السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم عبد الرحمن سامي. وعنوان حلقتنا النهاردة هو ملخص مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الأسباني وجميع الأهداف. بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتصلي على أعظم خلق الله وتقول لنا رأيك في أداء برشلونة هذا الموسم. يلا بينا نبدأ. بدأ برشلونة اللقاء بشكل قوي جدا 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 جدا، لأنه عارف ومتأكد إن برشلونة لو فاز بهذا المباراة سيفوز رسميا بالدوري الأسباني. في الدقيقة التاسعة سجل اللاعب ماركوس راشفورد الهدف الأول لبرشلونة لتصبح النتيجة 1-0 عن طريق تسديدة ركلة مباشرة من خارج ال 18 من جهة اليسار. وفي الدقيقة 18 سجل اللاعب فيران توريس الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 وريال مدريد بيحاول العودة للقاء، ولكن برشلونة له رأي تاني. نيجي بقى للشوط الثاني. في بداية الشوط الثاني برشلونة فضل متماسك وريال مدريد بيحاول الوصول للمرمى، ولكن برشلونة فضل متماسك لحد صافرة النهاية. وبكده نقول رسميا مبروك فوز برشلونة بلقب الدوري الأسباني هذا الموسم. مليون مليون مبروك لجماهير برشلونة، وعرض لك جماهير ريال مدريد اللي أدوا موسم سيء. ريال مدريد أدى موسم سيء هذا الموسم. شكرا للمشاهدة، ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك وتقول لنا رأيك في أداء ريال مدريد وأداء برشلونة هذا الموسم. سلام عليكم.